أنا أول رجال سعودي صار حامل، فهولد اون، أول رجال سعودي صار حامل وقحطاني صار حامل. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا وصلنا لفين؟ ده اللي بيقولوا عليه التقدم والرؤية في بلاد الحرمين. واحد طالع بكل بجاحة قدام الكاميرا ولابس ملابس نسائية ويقول لك أنا أول سعودي حامل، وبكل فخر، وكمان بيذكر اسم قبيلته وكأن اللي بيعمله ده إنجاز تاريخي، مش قمة المسخ والضياع. دي أرض الرسول والصحابة يا ناس، الأرض اللي نزل فيها الوحي. بقوا يصدروا لينا منازج مشوهة لا هي محصلة رجالة ولا حتى نسوان. على رأي المثل عندنا في مصر، اللي ما شافش لحمة شاف، ولا أقول لك كملوا انتوا بقى علشان عيب الواحد ينطقها. ده هو الانفتاح اللي محمد بن سلمان شغال عليه هو وتركي آل الشيخ، انه يمسح هوية المجتمع ويخلي الاشكال دي تتصدر المشهد. دي بداية النهاية لما يبقى العار هو اللي بيتحاكى بيه في العلن. وعلشان تشوفوا ده الانفتاح والتقدم اللي وصلت ليه السعودية، شوفوا المقطع ده. ভাল লাগতেছে বাংলাদেশি বেশি ভাল লাগে না সৌদি আরব বেশি ভাল লাগে? বাংলাদেশি ভাল লাগে। এই যে এত লোকজন দেখছেন, আপনি নাচ অনেক ডান্স করতে পারেন সুন্দর, এই যে লোকজন আপনাকে দেখতেছে, আপনার কাছে কেমন লাগে? অনেক অনেক ভালো লাগতেছে। আপনি ডান্স করতে পারেন না? একটু ডান্স করে দেখাবেন। ومش بس كده، ده الاستيراد شغال على ودنه في عز ايام عيد الفطر المبارك والناس المفروض بتكبر وتهلل. بنلاقي المنظر ده في شوارع الرياض، 2 شواذ ومتحولين من دولة تانية وقاعدين في السعودية بشكل رسمي وبيرقصوا وبيتميلوا في الجناين قدام الناس والكاميرات كأنهم في تايلاندا أو بلد أجنبي، مش في بلاد الحرمين. فين دور هيئة الإعلام وفين النخوة والدين؟ ويجي واحد يقول لك احنا احفاد الصحابة والدين خرج من عندنا. هو فعلا خرج ايام الناس النظيفة الطاهرة اللي كانت بتخاف على عرضها ودينها، لكنه خرج ولم يعد. في زمن الحفلات والسكر والمسخرة دي، السعودية الحديثة اللي بيحلموا بيها بقت مرتع لكل من هب ودب يفسد في اخلاق الشباب ويبوظ فطرة المجتمع. وحتى من داخل السعودية ومن رجال أعمال سعوديين بيعملوا أفعال لا تناسب المجتمع السعودي أبدا. وشوفوا الفيديو ده علشان تصدقوا اللي بنقوله. رواد الأعمال وينكم؟ البلية أخلاق، البلية ضمير، اللي الشرف عندهم بريال، اللي همهم يلعبون في بنات الناس وسمعة بنات الناس. إذا ما لقى حاجة راح يشوه سمعة بنت الناس وقطع رزقها، أو إذا درى إنها مبتدئة حاسها حوس إذا ما وصل مبتغاه. رجال الأعمال لما يدري إن الوحدة داخل السوق ويدري إنها جالسة ترزق الله، شو يسوي؟ يبدأ يروح يكلمها ويتواصل معها بحجة العمل. هم يروح يقول لها يلا أنا عندي علاقات، إنه أنا حابة أبدأ معك فترة عمل، وإني نبي نسوي عقود وكل طبعا كل هذا الكلام كذب. الصرخة اللي سمعتوها دي علشان تعرفوا الانفتاح ده موديهم على فين. الست دي بتفضح زبالة المجتمع اللي مسميين نفسهم رجال أعمال، بيستغلوا حاجة البنات للشغل ويساوموهم على شرفهم وأجسامهم. يقول لها تعالي في مكان الخاص علشان نخلص الشغل. شغل إيه اللي في أماكن خاصة يا شوية فجرة؟ دي الأخلاق اللي بقت منتشرة هناك دلوقتي تحت مسمى الانفتاح. ده مش انفتاح، ده عهر وفجر علني، وهيحول السعودية لتايلاند تانية في الشرق الأوسط. لما تبقى البنت علشان تاكل لقمة بالحلال لازم تقدم جسمها لواحد واطي عديم الرباية، يبقى الرؤية دي هدفها تدمير الست السعودية وتجريدها من كرامتها وشرفها باسم التطور المزعوم تحت رعاية محمد بن سلمان. وعلشان نثبت ليكم التطور اللي بقى مال السعودية، شوفوا الفيديو ده من الرياض امبارح. وفي عز ما هم مشغولين بنشر الفساد والانحلال
تيجي الطبيعة وتكشف المستور. الفيديو اللي شفتوه ده من الرياض اللي بيصرفوا على حفلاتهم مليارات، والرياض غرقانة في شبر مية، بيوت بتخرب وعربيات بتغرق وناس ممتلكاتها بتضيع في لمح البصر. فين البنية التحتية وفين الفلوس اللي بتتنهي؟ الحقيقة ان المليارات دي بتروح جزية لترامب وبتمول ضربات امريكا ضد الايرانيين، وآل سلول سايبين بلادهم تغرق وتنهار مع اول شوية مطر. وهو ده الوجه الحقيقي لحكم آل سلول: فساد اخلاقي في الداخل وتبعية وذل في الخارج، مستوليين على خيرات البلد وسايبين الناس تغرق حرفيا ومعنويا في مستنقع ملوش أهل.